الحقيقه لا انكر طبعا فرحتي بعوده الطفل لامه، وانا بقول امه وانا ان اعني هذه الكلمه هي امه، لان الام، انا ام وكثير من اللي قاعدين امهات، نعلم ان الامومه رعايه وحب وسهر وقلق وخوف وشغف بالطفل بالابن، مش ميلاد، مش مجرد ميلاد بيولوجي. فهي امه امال وابوه استاذ فاروق فوزي، هم دول لا يعلم. وطبعا كتبت قصيده عن هذا الامر ان على لسان شنودة، يعني انا تكلمت في القصيده على لسان شنودة لانه الوحيد الذي لم يسال. كلنا اتكلمنا لكن الوحيد الذي لم يسال عن قضيته هو الطفل نفسه، محدش ساله. فانا سمحت لنفسي ان اتكلم على لسانه، فقلت انني لا اعرف غير هاتين العينين اللي هي عين امه و هاتين القلبين طبعا القلب الام والاب اللي هم ربوه. فلا انكر اني سعيده طبعا، ولكن زي ما قلت في قنوات يعني عملت مداخله لما سالوني عن هذه، هل هي الفرحه منقوصه ابيت طبعا حته غنانه كده، اني كنت اتمنى طبعا انه يعود بامر الانسانيه، يعود بامر القانون مش بفتوى دينيه. ليه؟ يعني هقول برضو، يعني انا بحيي المستشار نجيب على توازنه وانه بيزن كلماته بميزان الذهب. احنا كشارع ثقافي كنا نتمنى يبقى ايوه طب لان احنا في دوله مدنيه صح. طيب بس في الازهر، طب ما هو لما قاتل بيقتل ويحكم عليه بالاعدام، القاضي حكم بالاعدام لكن بيستشيروا المفتي صح؟ بيتقال ايه؟ يحال الى المفتي. خلاص بنعرف انه اعدام، هو المفتي مش هيقول حاجه عكس اللي قالها القاضي، لان الحكم هو عنوان الحقيقه. فالقاضي اقر ان هذا القاتل مذنب ويستحق الاعدام. مثلا احنا دوله نجيز الاعدام، في دول بتحرم الاعدام، لكن احنا دوله نجيز الاعدام، لكم في القصاص حياه اولي الالباب. فاذا لكن بيستشار المفتي من باب الاستئناس بالحكم. طبعا المصطلحات القانونيه انا ما اعرفش فيها، بس بتكلم استئناس بيه، يعني ان هو من باب يعني احنا يا جماعه ابرياء خالص من دم الراجل ده، خلاص يا سياده المفتي احنا مش ظالمين ولا حاجه. فالمفتي بيأشر لان هو لم يدرس، المفتي مش بيدرس القضيه، لا مش بيقعد يقول والملابسات وكان ايه فين اثناء، لا كل ده شغل المباحث والنيابه والقضاء والقاضي الى اخره. فبيستأنس، فممكن نعتبرها من هذا الشكل انه استشوارنا. احنا عندنا الحقيقه مفتي الدكتور الشوقي علام فعلا شخصيه مستنيره، الحقيقه شخص مستنير حقا. طيب كنا نتمنى نبقى دوله مدنيه نحتكم الى القانون وفقط، ولكن لا نترك هذه الامور تعكر صفو ان احنا الولد رجع لحضن امه، والكفاح اللي كافحوه الساده الفريق الدفاع المستشار نجيب جبرائيل، والكفاح المر اللي عمله في جلسات القضاء. حتى يعني انا شفته يوم 18 لا يمكن تتصوروا، يعني لو ابنه مش هيبقى اقل من كده اهتماما بيه، لانه فعلا بياخد القضايا بشكل انساني. فانساني يعني كانه هو ده مش وكيل، هي مش هتديله اتعاب دي ست، يعني الناس طبعا هو متطوع في كذا، لكن في حاجه اقوى من ده اللي هو الايمان بالقضيه، الايمان بالحق. فانا شايفه ان احنا ناخدها بالمعنى الى ان نصل للدوله المدنيه تماما اللي احنا بنتمناه، دوله مدنيه. حتى استشار نجيب جبرائيل لانه يعني رجل مهذب قال ما احنا استشرنا الكنيسه ايضا، فنعتبر ان الاستشاره دي قصاد الحقيقه. لا، هي انا مش هختلف معاك في حته، احنا استشرنا الكنيسه فقط عشان نتاكد ان الولد كان موجود، فدي غير دي. لكن ومع هذا قالها من باب الشياكه والتهذب والجمال، عشان ما نحسش، عشان المواطن المسيحي ما يحسش ان هو ايه، لا مصدوم. لا، احنا بناخد خطوات، الدولة المصرية الجمهورية الجديدة بتاخد خطوات حقيقية في سبيل المواطنة، من لا يقول هذا فهو آثم قلبه وهو كاذب أو يريد أن يشوه.